بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله الاول ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل الزلابية او لقمة القاضي. هنعملها بالعسل وبالسكر زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. انا معايا كوبايتين دقيق بس يعني مثلا ربع كيلو. يعني الكوباية المعيارية دي الكوبايتين منها ربع كيلو. وهنحط عليها اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله خميرة. وهنحط معلقتين نشا وحبة بيكنج باودر وطبعا ذرة ملح ومعلقة سكر بودرة. بتستعد اللهم صل على النبي أسفة و... وده زيت، معلقة زيت، لأ معلقة لبن بودر. مم. يبقى حطيت عليها معلقتين نشا ومعلقة لبن بودر ومعلقة زيت وذرة ملح بس. وطبعا هتعمليها بقى ايه ولا تخليها عجينتها خفيفة ولا تقيلة، تخليها حلوة كده يعني عشان خاطر ما تنزلش معاكي تبقى كده مش منفوخة معاكي في الزيت لما تيجي تحمريها أو تقليها، وتضربي فيها ضرب كده كويس زي ما أنا بعمل كده لحد ما العجينة تبقى ناعمة معاكي. بصوا بوريكم القوام بتاع العجينة مش خفيف ولا تقيل. بس كده خلصت وهغطيها إن شاء الله وهنسيبها تخمر كده نص ساعة. اه هنغطيها ونحطها في مكان دافي. ودلوقتي خمرت اهي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هتنزلي الخمر بتاعها وهتكوني مسخنة الزيت بس ما يسخنش جامد، يعني شوف الزيت قدامكم مش ما يسخنش جامد. هتبلي هتحطي طبق فيه مية وتاخدي بالمعلقة كده أي معلقة عندك. أنا عملت بالمعلقة دي اللي هي بتاع المعيارية دي الصغنونة خالص. بس نازلة ازاي ما شاء الله منفوخة وزي الفل. عملنا حاجة حلوة وكوبايتين دقيق. وطبعا انتوا عارفين الشتا بتحب الحاجات الحلوة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على سيدنا محمد أشرف خلق الله. اللي ما حطش بقى عليك يحط. شجعونا. هي طالعة زي الفل. متخليش الزيت يسخن معاكي ويحمر جامد، لا خلي الزيت يسخن بس ما يسخنش جامد عشان خاطر لما تحطيها ما تحمرش معاكي بسرعة وتبقى مش مقرمشة عشان احنا اصلا بنحبها يعني بتبقى مقرمشة. بس طالعة بسم الله ما شاء الله يعني. لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وتفضل أول ما تبدأ تحمر تفضل تقلبي فيها كده لما تاخدي اللون الدهبي الجميل ده وتبدأي بقى تطلعي تصفيها من الزيت. أنا بطلع الحمرا بس كده يعني ايه عشان بس عبال ما تطلع اللي هي اللي احمرت هتبصي تلاقي التاني اللي هي محمرتش عبال ما تخلصها كله هيحصل بعدين يعني كده في التسوية أسهل ما يمكن. هعمل معاكم حبة كمان. لازم تبلي تحطي المعلقة في طبق فيه مية. أنا حاطة طبق فيه مية بس هو مش باين بس انتوا شايفين إن أنا بنزله كده قدامي على البوتاجاز عشان خاطر ما تمسكش معاكي في المعلقة.
أحلى اخوات وأحلى ناس وأحلى متابعين، تسلمولي. متكسلوش بقى واعملوا، قولوا لولادكم كده حاجة حلوة، الشتا بتحب الحاجات الحلوة. ده طبعا شربات، طبعا الشربات عملته معاكم كتير، بس الشربات بتاعها بيبقى تقيل عامل زي بتاع الجلاش كده يعني. وهتحطيها كده في الشربات وهتطلعيها. والله العظيم في حبة قعدت تاني يوم فضلت مقرمشة زي ما هي، كانت جميلة جدا. كل حاجة بقت غالية، لازم بقى ان احنا نعمل كل حاجة في البيت. ودول بقى ان شاء الله نحط عليهم سكر، واللي عايز ياكل من ده ياكل وده من ده ياكل. وتسلمولي وحطوا لايكات وشوفوا الفيديو كده عشان تشجعونا. بس وده كده سكر بودرة كان عندي، طبعا كل حاجة طبعا بتبقى عندنا في البيت. هتحط عليها سكر بودرة كده وهي سخنة. وده اللي هو بصوا عاملة ازاي ما شاء الله.